كنت طول عمري نفسي اربي حيوان غريب جدا لغايه لما جالي، وهي الحربايه. وربنا عضتني، والله عضتني. بص اتعلقت فين. شرير شرير وربنا شرير. ما اتكلمش معايا تاني، اتكلمش معايا تاني. تعالوا بقى اقول لكم هي جات لي ازاي ومين جابها لي. تعالوا نشوف اول فيديو لما جات لي هنا في البيت. جماعه انا جالي حربايه صغيره قوي كنت نفسي فيها واخيرا جات لي. بصوا حجمها عامل ازاي، عامله زي الزقله دي. هربيها ازاي دي بجد صغيره قوي قوي. شاب تعالى خدها من على قفايا، مش عارف اخدها. تعالى شيلها من على قفايا هتقع. الحمد لله جه خدها، كانت هتقع. بجد شكلها حلو قوي، ايه الجمال ده. وبجد شكرا يا شباب انكم فرحتوني وجبتوا لي الحربايه اللي انا كنت نفسي فيها. ومحمد بقى عرفني ازاي اكلها وقال لي حبه معلومات عنها وازاي ان انا امسكها وكده واتعايش معاها. اول لما روحت حطيت لها دوده عشان تاكلها، كانت بتحاول تاكلها بس ما كانتش عارفه. الصراحه انا اللي كنت مقلق وخايف انها تعضني، بس حصل يا جماعه. بصوا كانت بتحاول تاكلها بس انا جيت على قلبي ودخلتها لها جوه بقها. هو انت ليه ما بتاكليش فواكه وخضار؟ لازم دود؟ لازم دود. وفي معلومه عرفتها ان هي بتغير لونها على حسب مزاجها. وبصوا حجمها قد 2 جنيه. بصوا بقى التمويه ده طلعوها بقى لو انتوا بقى جدعين. اكيد باينه يعني انا بهزر. ودخلتها البيت بقى عشان تاكل وتشرب. وده بقى بيتها الجديد اللي انا لسه هحضره لها واعمله لها. انا لازم اعمله لها فيلا. وفجاه كده لقيتها ماسكه في صباعي ومش عايزه تسيبه وكانت نايمه عليه. عسوله قوي. طبعا ملاحظين ان شكلها اتغير شويه. وكنت طول عمري نفسي اجرب تجربه كده ان انا اخليها تمشي على الالوان واشوفها هل هتلون نفس اللون ده ولا لا. فكنت حابب اجرب التجربه دي وجربتها. يلا شوف الفيديو. كتير منكم بيقول ان الحربايه دي بتتلون باي لون تمشي عليه. ما تيجي نجرب التجربه دي ونشوف الكلام ده حقيقي ولا لا. اول حاجه هنجهز لها الالوان ونمشيها عليها. جاهز يا حبظلم؟ يلا بينا. حضرت السكتش والالوان. هوزع الالوان دي على الورقه واجيلكم. وبكده بقى خلصت كل الالوان اللي انا بحبها. يلا بينا بقى نشوف هي تتحول ليهم ولا لا. عايزه تطلع فوق فيلا بينا بقى نجرب. هي عايزه تجرب. اول حاجه وقفت على الاصفر وحسيت ان هي لونها اصفر شويه. قلنا نجرب في لون تاني وحسيت بجد ان الخط اللي في الجنب ده لون نفس اللون. حد ملاحظ ولا انا اللي وقعت على دماغي؟ وقفناها على الاسود والازرق وما عملتش حاجه. ميكس حط. اعملي ميكس. كسبوا علينا بس مش هيأس برضه. امشي كده. ابوس ايدك امشي كده. انصفني يا حبظلم وامشي. حبظلم مش بيسمع الكلام. نعيد تاني. واحد. ايوه شاطر 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 شاطر. بدربها. وحبظلم ماشي بسرعه 2 اكس. بس حد لاحظ ان هو غير لونه ولا لا؟ وطبعا دي بقى اكتر حاجه صدمتني في حياتي الفيديو الجاي ده، ان هي غيرت جلدها. وانا ما كنتش متوقع اصلا ان الحربايه بتغير جلدها. جماعه الحق حصل ايه للحربايه بتاعتي دي؟ بتغير جلدها. اول مره اعرف في حياتي ان الحربايه بتغير جلدها. شكلها مقزز قوي. سبحان الله بجد. ايه ده؟ انا اول ما صحيت من النوم لقيتها بالمنظر ده وانا اتخضيت. والله بجد افتكرتها حصل لها حاجه. سبحان الله. هي امتى غيرت جلدها؟ ده انا اكلتها ونمت نص ساعه وصحيت لقيتها بالمنظر ده. يا جماعه دي خلعت عينيها. بصوا المنظر. وكمان قربت تخلع جلدها كله. خليكم بقى مركزين في الحته دي. بصوا اول لما المس جلدها لونها هيتغير ازاي. اول مره اخد بالي من الموضوع ده. خليكم مركزين قوي. بصوا شفتوا ازاي غيرت لونها؟ وبصوا بقى هنا بقى مغيره لونها قوي. وبصوا اللقطه الجايه دي بقى هتتصدموا بجد. كنت كل ما اجي المسها تعمل اللون ده، تغمق اكتر كده وتبقع. وهنا قررت بقى انها ما تغيرش لونها وتفضل باللون الغريب ده. انا بجد منبهر باللي بشوفه كل يوم منها. يا ترى بقى لو غيرت جلدها هتفضل بالمنظر ده ولا هتبقى لون تاني؟ بصوا شكلها بعد ما غيرت جلدها بقى عامل ازاي. وكبرت شويه على فكره، لا شويتين. والصراحه انا استمتعت قوي بتجربه ان انا اربي حربايه، لان انا عمري في حياتي ما كنت ربيت حربايه قبل كده. والصراحه تربيه ممتعه قوي للحربايه دي، لان انا بكتشف حاجات كتيره حلوه كل يوم منها. ونفسي الصراحه اجرب احط لها بقى ان انا اشوفها هي بتاكل دبان، لان انا جايبها مخصوص عشان اكلها دبان الاوضه بتاعتي. لان انا بص الدبان بيبقى ممكن يشيلني كده ويمشي بيا، فانا جايبها عشان تاكل دبان الاوضه. مش هاكلك دود، خلي بالك. طبعا بقى سميتها حبظلم. وحبظلم ده بيحب ياكل الدود. لسه لغايه دلوقتي ما بتاكلش الدوده كده، لازم احطها لها جوه بقها. بس لما تاكل الدوده بالطريقه بتاعتها ابقى اوريكم. وعلى فكره حبظلم على التيشيرت بتاعي، لو انتوا جدعين طلعوه. هو فين؟ اكيد ما شفتوش لسه صح؟ اهو. تعالى حبظلم، تعالى سلم على جمهورك. حبظلم اسمع الكلام. شرير حبظلم شرير. كخ عيب حبظلم. على فكره بعد ما غيرت جلدها بجد بقت ناشفه قوي وبقت حاده. وفي حاجات كتير قوي اتغيرت فيها بعد ما غيرت جلدها.
طولت شويه وجلدها بقى سميك وديلها طول شويه. بص بص. بصوا بقى الضحك ده، لقى الميه بيحاول يمسك فيها، هو دوره في الحياه ان هو يمسك في اي حاجه. عايزه تنزل. خلاص. الاقيه برضو بيمسك في المناديل عادي، الاقيه بيحاول يمسك في الازازه والمناديل برضو عادي، مش عارف ماله بجد. ولو حد ملاحظ هو بص ازاي مغير لونه قوي هنا. وبكده بقى خلص الفيديو. اتمنى تكونوا استفدتوا والى اللقاء.